السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. جمعة مباركة عليكم. ربنا يجعلها جمعة مباركة يا رب، وعلى الأمة الإسلامية والعربية. آه، في البداية حاب إنه أطلب من إخواتي كلهم طلب. يدعوا للحاجة والدتي إن ربنا يشفيها ويعافيها يا رب، ويكرمها كده إن شاء الله، ويرجعها زي الأول، يعني حاجة بسيطة من الأول كده. الأم يا جماعة حاجة، بصراحة بصراحة الأم كنز. كنز 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 بمعنى الكلمة، إن هي تكون موجودة في حياتنا، موجودة في حياتنا بصحتها بعافيتها بكل حاجة فيها. أنا واحد من الناس، أنا واحد من الناس. عمري في حياتي ما تخيلت إن أمي تكون في الوضع اللي هي فيه حاليا. يعني صعب أتخيل. يعني أنا أصلا مش متخيل اللي هي فيه. او صعب اتخيل اللي هي فيه، ان هي تعبانه ونايمه، حتى مش قادره تخدم نفسها. صعب عليا جدا، صعب عليا جدا جدا. مش متخيل لحظه ان هي دي امي اللي كنت بشوفها، اللي كنت بشوفها بتخبط في الارض الخبطه برجلها كده. الارض كان ناقص تطلع مويه من تحت رجليها. آه، ربنا يشفيها ويعافيها، لان انا قلبي محروق عليها قوي. لدرجه ان أنا ممكن ان امي يكون عندي دقايق، اكون بنام دقايق بس من كتر التفكير في امي. ممكن اصحى في لحظة ان انا نام واصحى على خبر ان امي توفت، ان مستني تليفوني يضرب بالليل ابويا يقول لي مثلا امك توفت. مش صعبة؟ صعبة جدا. الشخص اللي دايما قريب من امه وابوه بيحس بالموضوع ده. بيحس دايما ان هما، يعني حاسس ان هو دايما في احتياجي انا اكون معاهم. هو انا على طول معاهم الحمد لله، تليفون وبروح البلد وباجي، على طول مش بستنى. ممكن اروح وارجع في نفس اليوم، ممكن اروح اقعد يوم واتنين واجي يعني، بس في البلد على طول. بس برضو انت غصب عنك تعبان، دماغك مرهق، مش مركز في حاجه تانية، مش مركز في حاجه تانية، لان حاسس ان فيه مهما اعمل فيه تقصير. مهما اعمل مش متخيل ان انا مثلا في حاجه هتتشال من حياتي مهمه. مش متخيل ان في حاجه مهمه في حياتي هتروح مني. حاجه مش مهمه، ده حاجه اكيد، ده حاجه من اهم الحاجات اللي في حياتي، اللي موجودة في حياتي، مهددة ان هي تضيع مني. اذا ضحكت ضحكة بخاف اطول فيها شوية. بخاف افكر، يعني بخاف افكر، اتعب فعلا، لان انا تفكيري عميق شوية. ادعوا لها ربنا يشفيها ويعافيها. انا اقسم بالله، اقسم بالله العظيم وربنا اعلم، لو اقدر اديها عمري بس لحظة واحدة تطلع بقى تمشي تتحرك كده وتعيش حياتها الطبيعية. عمري انا بصحتي وشبابي انا كشخص اديها مثلا ولو 5 دقايق ت- تعيش فيهم كده مرتاحة، انا اديهم ليها. او على طول واكون مكانها، بس ما اروحش اشوفها نايمة كده وتعبانة وهلكانة وما عادش فيها حاجة وخلاص. يعني هي ما عادش لا جسم ولا شكل ولا حاجة خالص. هو ده اللي احنا بنبني فيه. ده يا جماعة اللي احنا بنبني فيه. بنبني في ايه؟ بنبني في طاعة اهالينا، ابونا وامنا، علشان خاطر ولادنا يعملون فينا كده. بنبني قواعد جامدة عشان لما نوصل للمرحلة ديت نلاقي اهلنا اولادنا كده، بفضل الله يعني. مش عشان حاجة تانية، عشان ربنا بس.
الحمد لله والشكر لله. تاني حاجة تانية كده، احنا في الزمن اللي احنا فيه الأيام دي، أو الأيام اللي احنا فيها الصعبة دي يعني على الكل، محتاج مننا حاجتين، أو مش حاجتين، هو كذا حاجة. بس هي أول حاجة فيهم الإيمان بالله صح، إن احنا نؤمن بالله صح. صح. مش ان انا اقول لا اله الا الله محمد رسول الله وخلاص. انا على فكره مش واعظ ولا شيخ ولا انا فقيه ولا الكلام ده كله، ولا بقول لك كده ان انا بتفازلك في الكلام او حاجه. انا بقول حاجه انا حاسسها. الايام دي عايزه الايمان بالله، ان احنا نؤمن بالله فعلا، ونؤمن ان فيه حاجه ربنا بيقولها لنا، فيما معناها يعني ان احنا لما نكون ظالمين نفسنا ظالمين بعض، ربنا بيسلط علينا ناس تانية. احنا ما بنحبش بعض، ما بنحبش الخير لبعض، بنحقد على بعض، بنتكلم في اعراض بعض، بندوس على بعض، بنقطع في اعراض بعض، بنعمل كل حاجة علشان حاجات كده وعشان حاجات كده يعني شايف الدنيا مقلوبة في بعضها، كل شوية ناس كده وناس كده، ومش تعرف ايه اللي بيحصل. اللي ماسكين النت كلام على بعض، واللي ماسكين النت حب في بعض، واللي ماسكين النت شتيمة في بعض. ايه الفايدة يعني؟ ايه الفايدة في ده كله؟ وغير كده الحياة اليومية اللي احنا فيها، الحياة اليومية اللي احنا بنعيش فيها بنظلم بعض. ببقى شغال معاك وتمديش فلوس، ببقى مش عارف ايه وبسيبك، بسبك. في يا جماعة في ايه؟ احنا ناكل في بعض ليه؟ بناكل في بعض ليه؟ ما الاكل في بعض ده هو اللي بيخلينا ناكل في بعض تاني. ما انا لما باكل فيك دلوقتي وبظلمك، ما هو انت في ظلم شغال. طول ما في ظلم في الارض صعب الحياة تكون حلوة. احنا ليه مش بنحب بعض؟ مش نقرب من بعض كده؟ ليش بنساعد بعض؟ بس ان احنا مش نستقطع بعض. يعني انا اساعدك بس مش تستقطعني. انت تساعدني بس انا مش هستقطعك. ازاي؟ يعني انت مش تديني 10 جنيه النهارده، تلاقيني بكره بقول لك يا عم تجيب لي كمان 10 وتجيب لي كمان 20 وتجيب لي مش عارف ايه. خلاص استجفيتك؟ لا. انت شفتني مزنوق حابب تساعدني بس ما تكرهنيش. ما تكرهش ان انا في خير. ما تحقدش عليا عشان ربنا كرمني. حاجات كتير بتحصل مش انتوا عارفين ده كله. ليه ما نتربطش رباط واحد؟ ليه ما نبقاش كلتنا ايد واحده كده؟ ليه يعني؟ عشان الظلم دي يبعد عننا، عشان الظلم يروح بعيد عننا خالص، ونتجه الله كده في كل حاجه، في مشيتنا، في حركتنا، في اكلنا، في شربنا، في عيالنا، في اهالينا، في كل حاجه، في النفس اللي بنتنفسها. نتجه الله في النفس اللي احنا بنتنفسها. انا بتنفس نفس مش عارف يرجع ولا لا، باخد النفس مش عارف يطلع ولا لا. انا اتجه الله في اللي انا بعمله عشان ربنا يرضى علينا، عشان ربنا يرضى علينا. ما هو انا لو مش اتجهت ربنا مش هيرضى علينا. لو انت ما اتجهتش ربنا مش هيرضى عليك. فشوف كلتنا بقى لما ما نتجهش ربنا في بعض، مش هيبص لنا، هيسلط علينا اللي احنا فيه، هيبان علينا اللي احنا فيه، هنظلم بعض، هناكل في بعض، هنخاف من بعض، هنبقى مفيش امن امان، استقرار. كل حاجه هتلاقي كل حاجه مش موجوده. ليه؟ لان احنا اللي عاملين كده في نفسنا. الواحد فيه كلام كتير، والله فيه كلام كتير خالص الواحد نفسه يقوله، بس الواحد يعني انا كنت طالع اقول كلمتين، اقول لكم جمعه مباركه وبس، وادعوا لامي. والله العظيم ده اللي كنت طالع اقوله. لا طالع اتكلم كده ولا اتكلم كده. بس اهو الواحد ممكن يكون فضفضة مع ناس انا حاسس انه قريب مني يعني. عموما جمعة مباركة عليكم، ربنا يجعلها جمعة مباركة. وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وادعي لأم الحج بدر، ربنا يشفيها ويعافيها.
ومش يوريني فيها حاجة وحشة، لأن هي قلبي، دي قلبي فعلا. ربنا يسترها، ربنا يسترها. يلا، سلام عليكم.